مش لاقيين المنتخب. ازيك يا ابو الكباتن؟ صباح الفل يا حبيبي. السلام عليكم. يا حبيبي يا ابو تريكة، كده تريكة هنبتدي بيه الماتش. يعني لو كان جه دش كنت تبتدي بمين يا كابتن؟ بقول لك ايه يا ابو حميد، لو رجعتك المنتخب تاني هتخف عني وترضى عليا شويه ولا هتفضل تهاجمني برضه؟ ارجع المنتخب اعمل ايه يا ابو كريم؟ ارجع تقف جول للمنتخب، انت بس تخس شويه وتتمرن وهتبقى عمهم والله، وهتعمل احلى فلوس. فلوس؟ لا يا كابتن حسن، انا كده تمام. بلاش تقف جول، هخليك تلعب راس حرب، انا عارفك بتحب الاضواء. يا كابتن حسن انا مش فاضي ارجع العب كوره تاني. هو انا ملاحق على البرامج اللي بقدمها ولا على شغلي في اتحاد الكوره؟ ده انا يا راجل حتى الناس اللي في دايرتي اللي انا نجحت فيها في الانتخابات مش لاقي وقت اقابلهم. امال بتشوف طلباتهم ازاي؟ بيكلموني في التليفون. والله يا اخي انت راجل محترم، انت مديهم نمرة المحمول بتاعك؟ لا، بيكلموني على الهوا في البرامج بتاعتي. ايوه. الو يا شوقي، اللعيبه جت المعسكر؟ ايه بتقول ايه؟ محدش منهم جه؟ يعني ايه؟ امال هنلعب ماتش الكاميرون ازاي؟ انزل اعمل منتخب جديد من دوري الشركات ولا ايه؟ طب اقفل انا جاي لك حالا. ايه يا كابتن حسن؟ مش لاقيين المنتخب. وهتعمل ايه؟ مفيش غيره هو اللي هيلم اللعيبه في 48 ساعه. أنا فرحان قوي يا عمو لأنك رضيت أخيرا تعلمني قيادة السيارات. على الله بس تتعلم بدماغك اللي أدخل من سيد قشطة دي. عرفت هتعمل إيه؟ هدوس سنة بنزين وارفع رجلي سنة ما يعدبرياش. طيب أنت عارف مكانهم؟ لا يا ابني يا بني آدم، قلت لك 100 مرة دواسة البنزين على اليمين ودواسة الدبرياج على الشمال. طب عندي لا مؤاخذة سؤال عاطفي شوية، هي دي اليمين ولا دي اليمين؟ اليمين اللي بتطفح بيها. إذا إيديا الاتنين يمين، ما أنا باكل بيهم هما الاتنين. أي أي بتعمل إيه يا عمو؟ بس بتعمل إيه؟ شفت كده بقى؟ رجلك دي اللي انا عضيتها هي رجلك اليمين، وكده عمرك ما هتنساها ابدا. اتفضل اطلع. هتموتنا ربنا ياخدك. شيل رجلك من على البنزين، شيل. مش عارف اشيل رجلي، انا اتشليت يا عمو، رجلي شدت من العضه اللي عدتها لي. طب اهو العب كده. انا غلطان يا صادق، ادي دقني لو خليتك تسوق تاني. الو، اتحاد الكرة؟ الاتحاد السكندري يعني ولا ايه؟ الاتحاد المصري بتوع بورسعيد؟ بتاع الاستاذ زمير زاهر. اهلا وسهلا. مؤمر عايزني في شغل؟ طب انتوا شغلكم فين؟ استاد القاهرة؟ انا عارف مش اللي عندي جامع ربع العدوية؟ تمام، مسافة السكة واكون عندكم. دول عايزيني في ايه دول يا ترى؟ أمر يا أستاذ. أنا الكابتن عمرو زكي. أهلا اتفضل يا كابتن. والأستاذ اللي مع حضرتك؟ ده كابتن ميمي الشربيني. أهلا وسهلا، اتفضلوا. بقول لك إيه يا عمو، هو كابتن ميمي الشربيني كان بيلعب كورة ولا اتولد معلق على طول؟ لا، كان بيلعب كورة وبعدين ساب الكورة واتفرغ للتعليم. زي تامر حسني يعني؟ زيه في إيه يعني؟ برضك تامر حسني ساب التعليم واتفرغ للغنى. خد بس هنيدي راح فين؟ اللعيبه نصهم ما جاش. طيب والنص التاني يا كابتن؟ النص التاني جم وحبسناهم في الحجز بتاع اسم مدينه نصر عشان ما حدش يهرب. بس الحجز ده هيأثر على لياقتهم البدنية. انت بتصدق الكلام ده؟ انا ما يهمنيش اللياقه البدنيه، انا يهمني ان اللعيب يبقى متربي ويعرف ربنا وعنده اخلاق. يهمني ان اللعيب يبقى قلبه ابيض وجدع وابن بلد. انا كده فهمت ليه خدنا بطولة افريقيا مرتين. كداب، انا ما فهمتش. بص يا سوبر هنيدي، انا عايزك تجمع لي اللعيبه اللي ما جاتش. طبعا اكيد اولهم كابتن عصام الحضري. بالعكس، ده الحضري بالذات هو اول واحد جه وسلم نفسه للمنتخب وبيتدرب لوحده كمان. حتى بص، امال مين اللي اختفى؟ ابراهيم سعيد.
وشيكابالا ومحمد زيدان ومحمد عبد المنصف وابو تريكة وحسني عبد رب. الو، بتقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر، حسني عبد رب ظهر؟ فين؟ الحمد لله. طب دخلوه الحجز مع زمايله. انا اسف يا كبير على التطفل، بس كنت عايز اعرف كابتن حسني كان فين. مستخبي في السطوح بتاع بيت خالته، عشان كانوا عاوزين يمضوا لي الاهلي بالعافيه. طيب يا كابتن، احنا نبتدي ندور، واوعدك اللعيبه دول هيكونوا عندك في اسرع وقت. ارجوك بسرعه، مش معقول هلعب الماتش بالحضري وبس. ميزه القمر الصناعي اللي اخترعه لنا الواد عابدين انه يقدر يدخل جوه البيوت ويدور على الناس بالرقم القومي. طب ما تشوف لنا جدك كده فين يا هنيدي؟ للاسف جدي اختفى قبل ما يعملوا الرقم القومي. المهم، كتبت الاماكن اللي فيها اللعيبه؟ كله تمام يا عمو، فاضل لنا بس شيكابالا وأوسا. ثانيه واحده، يلا بينا نبدا بدول الاول. ايه ده انتوا مين؟ احنا مباحث الاخلاق الرياضيه. ايه ده يا اساتذه؟ مش عيب يوصل بيكم التعصب انكم تخطفوا لعيبه فريق منافس؟ منافس مين يا كابتن؟ انت اتجننت ولا ايه؟ امال خاطفين شيكابالا ليه؟ عشان هو اللي هيخلي الزمالك يرجع ينافسنا. معقول لعيب واحد هو اللي هيخلي الزمالك يرجع ينافسكم؟ لا، ما احنا خلصنا على جمال حمزة وتوينا مصطفى جعفر وسبنا لهم شريف واشرف. ما هو شريف واشرف تبعنا بصراحة. اسمع يا كابتن منك ليه، الاهلي بريء من اشكالكم. انسوا الدوري التعبان بتاعنا وبصوا على المنتخب. من مصلحة المنتخب ان شيكا يقوم يمشي معانا. بس مفيش بس. انتوا مش مصريين ولا ايه يا جدعان؟ لو بتحبوا بلدكم وبتحبوا المنتخب فكوا شيكا. حاضر يا سيدي، عشان خاطر المنتخب بس هنفك شيكا وأوسا كمان. احنا بقى عشان خاطر المنتخب وعشان عايزين مصلحة المنتخب مش هنفك أوسا طبعا. امال انتوا فاكريننا خاطفينه ليه؟ ارقص ولح. ايه يا سونج ده؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه، بركز زيدان زي ما ركزني في ماتش النهائي. وبعدين انتوا مين؟ وعديتوا من امن بتاع الفيلا دي ازاي؟ احنا يا سيدي بلديات زيدان، وعدينا من الامن زي ما زيدان عدى منك. زيدان، انا بكره زيدان، هو اللي عمل فيا كده. انا مش فاهم ايه اللي انت فيه ده اصلا. لما رجعت اتحاد الكرة عندنا قطع رجليا الاتنين عقابلية. انا لازم انتقم من زيدان. الصحافة فين؟ التهريج اهو. الصحافة فين؟ التهريج اهو. الصحافة فين؟ هي دي الأخرى وصلت لكم؟ ابو غلاوتك لبراسك على 1:30 المره الجايه. هتشوف ان ما قطعت لك رجلك وهقطع لك ايدك كمان. انا جاي حضرتك من مصر مخصوص علشان الكابتن ابراهيم اللي بيلعب عندكم هنا. ايوه، يا ترى حضرتك قابضين عليه ليه؟ امان ربي امان، كابتن ابراهيم جننا، هو لعيب تمام وفارم عليه، العب زي كرد. بس كابتن ابراهيم اللسان بتاعه طويل، اشتم كتير، يعمل حركات للجمهور كتير، اضرب الحكم بالجزمة في وشه. احنا حابسينه علشان هو متهم في قضية سب وقذف. طيب معلش، المنتخب عايزه في ماتش مهم وقلبين عليه الدنيا وما صدقنا نوصل له. بحلفك بكل العيش والملح اللي كلوه المصريين والاتراك مع بعض من ايام العثمانيين انك تسيبه ويرجع معانا، وهنرجعه لك بعد الماتش ارجوك. لا 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 لا، انت اطلب المستحيل.
انا مستعد اقدم لحضرتك الضمانات اللي انت عايزها. يخلص الماتش وهجيبهولك بنفس الحد هنا. انت بتبص لي كده ليه لا مؤاخذه؟ انت تسيب كلب بحر ده هنا رهينة، جيب ابراهيم سعيد تاخد كلب بحر، والا مش هتشوفه تاني ابدا. موافق. على فكره يا هنيدي بقى، انا هشوف لي مسلسل تاني امثل فيه بدل اضحيه العيد اللي عماله تتوزع على الناس ببلاش دي. يا كابتن حسن، شيكا وعبد المنصف وزيدان وابراهيم سعيد رجعوا. طب حطهم في الحجز مع زمايلهم. حاضر يا كابتن. ابو تريكة، انت لقيته فين يا سوبر هنيدي؟ ابدا يا كابتن، الناس في غزه كانوا عاملين لي كابتن ابو تريكه حفله تكريم. بعد الحفله ما خلصت راحت اسرائيل محاصره غزه كلها، بس الحمد لله قدرت ادخل واجيبهم من السبع. انا بشكرك يا سوبر هنيدي، ونفسي لو تقدر تحرر كل الناس اللي باقيين هناك. كله بوقته يا كابتن ابو تريكه، كله بوقته. امال فين صاحبك؟ صاحبي انا سايبه رهن في تركيا يا كابتن. بس ادعي لنا نكسب. روح الهي تفضل طول عمرك تكسب، ما تخسر ابدا يا حسن يا ابن شحاته. الو يا شوقي، اللعيبه كلها موجوده، هات الباقيين من الحجز ويلا عشان نبدا التمرين. والبركه في سوبر هنيدي.